النهارده عملنا بيتزاية، بس بيتزاية روعة. عاملينها حاطين عليها فلفل اخضر، زيتون، جبنه موتزاريلا مع جبنه شيدر، يعني ميكس جبن، وكمان حاطين عليها صلصه. هتشوفوا معايا في الفيديو انا عملتها ازاي. حبيت اوريها لكم قبل ما نقطعها وكده. اتمنى انها تعجبكم. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كده بيتزاية كده صغيره وحلوه. فانا معايا هنا ده 3 كوبايات دقيق، معايرهم بالكوبايه دي، الكوبايه دي اللي هي القصيره شويه اللي بايد دي. ومعايا هنا المفروض ان انا معايا كوبايه ميه، لو مفيش عندك شرشه، دي مش لبن ده شرشه. ثواني هوريها لكم كده لما انزل فيها كده. دي يا جماعه شرشه، مش لبن. بسم الله اهي. آه، معايا هنا كوبايه الشرشه دي، هي انا مدفياها، لو ميه برضو دفيها. فهنزل بيها كده دلوقتي بنص معلقه ملح. تمام. ومعلقه سكر، معلقه ونص صغيرين، المعلقه بتاعتي صغيره. خلاص. وهاجي هنا كده معلقه من دي بتاعت الشاي، حوالي كده معلقه واحده اهي. هنزل بيها كده. هسيبها بقى دلوقتي، مش هنزل باي حاجه تانية دلوقتي على الشرشه بتاعتي. هي دافيه، مش مسقعانه ولا حاجه عشان الجو برد. فانا هسيبها شويه تتفاعل مع بعضها وارجع لكم تاني. انا نزلت هنا بالثلاث كوبايات دي، طبعا انا طحناهم. سوري معلش، نخلاهم اهو. وهعمل لهم كده بس حفره في النص. وهنزل بايه، دي الخميره تفاعلت اهي. بسم الله اهو. طبعا العجينه بتاع البيتزا اللي انا بعملها دي عجينه بسيطه جدا وسهله، واي حد يقدر يعملها، ومش مكلفه خالص. لا فيها زيت ولا فيها لبن ولا فيها ولا سمنه ولا اي حاجه خالص، ولا بيض ولا حاجه. هي بس كده زي ما انا عملتها وخلاص. 3 كوبايات دقيق، كوبايه ميه دافيه، آه، نص معلقه ملح، معلقه سكر، ونص معلقه خميره، بس كده. هلمها بقى عشان بعد كده عجينه بايدي. العجينه دي جميله جدا. هعجن بس فيها شويه وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش. كده العجينه كده تمام اهي. انا اشتغلت فيها شويه حوالي 10 دقايق كده. هي بتلزق بس مش قوي يعني، بس هي جميله هي ما شاء الله وحلوه. هنحطها بس كده في البوله كده بالشكل ده. هحطيها بقى. بسم الله. واحطها بقى في مكان دافي وادفي عليها لان الجو برد، وبعدين ارجع لكم لما تخمر. تعالوا بقى نعمل حشوه اللي هي مش حشوه البيتزا، اللي بيبقى عليها من فوق. طبعا في ناس حسب ما بتحب، في ناس بتعملها مارجريتا اللي هي صلصه وجبنه بس. احنا هنزود لها شويه، يعني ايه، شويه زيتون. ده زيتون اخضر من عندي من البيت، ما عنديش زيتون اسود. ودول فلافليه واحده، حبه فلافله، وانا مقطعاها مدور كده عشان احطها على الوش. مش هحط طماطم ولا حاجه لاني هحط صلصه. فالصلصه هنا بقى ايه، عايزين نعملها كده مع بعض. دي صلصه جاهزه من البرطمان اهي. نحط كده 3 معالق. بسم الله. تمام كده، بس كفايه لان هي بيتزايه واحده. هي صح بيتزايه تبقى كبيره شويه، بس انا عاملاها بيتزايه واحده. العجينه اللي انا عاملاها ممكن تعمل 2 وسط صغيرين مش كبار قوي، ممكن تعمل واحده بس، فانا هعملها ايه، واحده بس. هبدا كده احط لها كده حوالي معلقتين زيت زيتون. ده زيت زيتون اهو. كمان واحده اهو. تمام. وبعد كده هحط لها نص معلقه زعتر كده. وهحط برضو حوالي ربع معلقه ملح، كتير كفايه.
رشه برده صغيره فلفل اسمر كده، انا بحبه في اي اكل بصراحه. تمام، هقلبهم بقى مع بعض كده. وهنديها كمان نص معلقه كده توم مهروس. نقلبهم مع بعض كده بس كده. هو ده اللي هدهنه على على سطح البيتزا من فوق بس خلاص. ومن غير اي حاجه خالص كده هتحطيه كده، هي كده كده هتخش النار في الفرن يعني، وهتتظبط مع بعضها. ما تحطيهمش على النار ولا حاجه، في ناس ممكن تاخدهم تحطهم على النار، لا هي هتدخل النار اصلا لوحدها. تعالوا بقى اما العجينه تخمر نجيبها نشوف هنعمل فيها ايه. بكده العجينه بتاعتنا تكون خمرت معانا كده. طبعا انا هعملها كده عشان اطلع منها الهواء. حاولي تعمليها كده على قد ما تقدري. حابه تقسميها على 2 اقسميها على 2، بس هي كده هتبقى واحده بس حلوه قوي. اللي بقى تفرديها كده. انا هنا خلاص فردتها اهو. الصينيه دي عندي بالشوكه كده، اخرم العجينه كده بالشوكه عشان خاطر ايه بس. لما تخمر احط عليها حاجه خالص، اسيبها شويه كده مع نفسها حوالي تلت ساعه تخمر كمان مره، وبعد كده هنزل عليها بالحشو. انا دلوقتي سبتها حوالي تلت ساعه، هنزل بقى عليها دي الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض كده. بسم الله. بالشكل ده. معلش اسفه كده. طبعا انا مولعه الفرن مسبقا، يعني المفروض تولعي الفرن يسخن كده قبل ما تحطي الحشوه كده، علشان يبقى سخن وانت بتشتغلي. بالشكل ده. دلوقتي انا عندي الجبنه دي جبنه الحمد انا بستخدمها. الجبنه دي ميكس ما بين الموتزاريلا والشيدر وكده. يعني انت حابه تستخدمي موتزاريلا بس استخدمي زي ما انت عاوزه. بس الموتزاريلا لوحدها هي اللي بتدي المطه اللي انت عاوزاها، اللي هي بتبقى في البيتزا اللي بتيجي في المحلات وكده. لكن ما بتديش طعم زي دي بتدي طعم اكتر. هي مشكله يعني، هي فيها موتزاريلا برضو، البيضه دي موتزاريلا، انما البرتقاني دي بتبقى شيدر. معايا هنا اهو فلفل كده بالشكل ده، وزيتون برضو حطيه عشوائي بقى زي ما انت عاوزه. حابه بقى ترشي كمان شويه جبنه كده على الوش رشي، يعني اللي حابب يكتر جبنه يكتر زي ما انتوا عاوزين. تبقى طبعا حلوه قوي كده. بس كده مش هحط اي حاجه تانية خلاص. وهي دي البيتزا بتاعتنا، هنحطها بقى في الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع. وكده بتكون البيتزا خلصت معايا. حبيت بقى اقول لكم انا طبخت ايه النهارده مع البيتزا. عملت عدس على بعضه، عدس بشعريه يا جماعه، جو برد والعدس سخن. وكمان عملت حاجه حلوه، عملت بليله. طبعا البليله انا عاملاها معاكم قبل كده على القناه. اللي حابب بقى يشوف طريقتها يخش يشوف طريقتها، واللي مش حابب وعايز يعرف يقولي في التعليقات وانا هقوله. هنشيل العدس كده على جنب. بسم الله. موتزاريلا الجبنه اللي عليها ميكس، فهي مش هتمط المطه اللي احنا منتظرينها يعني. بس انا عايزه اوري لكم هي قد ايه. هنا يعني هنا مستويه على فكره، متفكروش ان هي عجين، ما شاء الله مستويه وزي الفل اهي. بسم الله. حلو قوي. احنا من العدس هناكلها وما احناش هناكل العدس بقى.
طعمها حلو قوي. يا ريت يكون عجبكم، ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما كنتش طولت عليكم النهارده. اللي لسه يا ريت ما اشتركش يعمل اشتراك، واللي عجبه الفيديو يعمل لايك. وشكرا ليكم اللي بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي. يلا سلام.